السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الحب والأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية مننا المتفائلة. النهاردة هعمل فراخ بإذن الله جميلة قوي هتعجبكم إن شاء الله. جبت طماطميتين وبصلاية، أنا بحب الطماطم والبصل في الفراخ بتدي شوربة جميلة قوي. خلي بالكم حبايبي، الطماطم فيها قيمة غذائية وفي شوربة طماطم كمان، يعني في ناس بتعمل شوربة طماطم لأن فيها قيمة غذائية جامدة، فانا بحطها مع اللحمه او مع الفراخ علشان تدي ريحه حلوه. حطيت حته زبده وحطيت حبه حبهان زي ما انتم شايفين كده مطحونين، حبان مطحون، وفي الزبده الريحه خطيره خطيره خطيره. وبشوح بقى الفراخ الجميله اللي انتم شايفينها دي يا حبايبي في الحله اللي انتم شايفينها. بنزل بالفراخ. طبعا هي عباره عن تقريبا فرخه، وزي ما انتم شايفين كده. خلاص هشوحها وانشف الميه منها خالص خالص، لازم الميه تنشف وما تبقاش فيها ميه خالص. وبغلي ميه في الكتل علشان ميه مغليه بتدي شوربه جميله قوي احسن من الميه البارده. خلاص يا حبايبي، انا كل مره بعمل الفراخ بالطريقه دي، وانتوا عارفين شوربه نينا المتفائله بتبقى خطيره وريحتها قلب الدنيا. خلاص يا حبايبي، خلاص حطيت عليها ورق لورو وحبة فلفل وملح. خلاص يا حبايبي، الملح في الفراخ البلدي بنحط على طول الملح، لكن اللحمة بنستنى لما تستوي نص سوي عشان ما تعجزش وتبقى السوي تاخد وقت. خلاص بحط الملح اهو، ملح الشوربة، وطبعا هستناها لما تنشف خالص خالص، وبعد كده هنزل بالميه المغليه، او هنزل الاول بالبصل والطماطم، وبعدين زي ما انتم شايفين كده ممكن احطها على العين العاليه واعلي عليها لغايه لما تنشف، وبعد كده بنزل بالطماطم والبصل بفركه كده اهو علشان ياخد طعم الشوربه، تاخد طعم جميل، وبتطلع شوربه ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. جربوا شوربه نينا المتفائله وقولوا لي رايكم ايه فيها يا حبايبي. جربوها ولو مره وما عجبتكوش اعملوا اللي انتوا بتعملوه، او قولوا لي انتوا بتعملوها ازاي. لو بتعملوها غيري قولوا لي. هي لها كذا طريقه طبعا، احنا كنا زمان بنشوحها بميه يعني بارده، وكانت بتطلع برضو حلوه، بس الميه المغليه افضل، بتغلى على طول وبتستوي وبتبقى في منتهى الجمال، والريحه بتبقى طالعه وبتدي شوربه جميله قوي بالطريقه اللي انا بعملها دي. خلاص يا حبايبي، طبعا هسيبها هزودها ميه شويه كده، وبعد كده هعمل شويه ملوخيه ناشفه باذن الله، وقولوا لي رايكم في الملوخيه الناشفه اللي انا عملتها. انا اول بدور على كزبره، ما لقيتش عنده كزبره، رحت جايبه كزبره حصى وضربتها حمصتها وضربتها في الكبه. خلاص يا حبايبي، جبت حته تومه واخدت شويه كزبره من اللي انا ضربها وحطيتها في الصلصه في الشوربه دي. شوربه بس يا حبايبي، شايفين لونها عامله ازاي عشان فيها طماطم. دي الكزبره اللي انا منشفاها، وعندي ملوخيه ناشفه. هعمل ايه بقى؟ الملوخيه الناشفه ده هاخد جزء منها واحطه في مطبقيه يا حبايبي، خلوا بالكم كده اهو، واحط عليها شويه شوربه مغليين من الشوربه اللي انا عاملاها للفراخ. هي طبعا الفراخ استوت خلاص، ما تاخدوش شوربه الا لما الفراخ تستوي خالص عشان تبقى الشوربه كده جاهزه لانك تعملي بيها الملوخيه. خلاص يا حبايبي اهو، بصفي الشوربه طبعا، مش هنحطها بالطماطم، ممكن تحطها بالطماطم عادي، اللي بيحب يحطها بالطماطم يحط، اللي بيحبها بشوربه بس. حطيتها انا صفيتها بصراحه. خلاص يا حبايبي، بعد كده بقلبها، بسيبها كده تتقلب تقليبه كده، واحط حبه بيكربونات صودا سنه من المعلقه، مش كتير يا حبايبي. بيقول لك بتدي خضار، هي طبعا التصوير ما بيديش الخضار اللي انا شايفاه، طبعا هي في التصوير الاضاءه ما بتديش اللون في كل الفيديوهات على فكره، مش عندي بس. احط شويه بيكربونات، مش بيكنج باودر، بيكربونات صوديوم، عندي حبه صغننين همسه كده، شايفين همسه صغننه خالص بطرف المعلقه يا حبايبي، بيقولوا بتدي خضار. طبعا الشوربه سخنه وهي عطشه فعلا، الخضار كان جميل، بس التصوير مش عاطي اهو. شايفين يا حبايبي، ساعات تدي خضار كده وساعات تحس ان هي بهتانه، بس هي بتدي اللون، وكان طعمها سكر سكر سكر، جميله قوي قوي الملوخيه الناشفه بصراحه، وفيها قيمه غذائيه على فكره حلوه. خلاص حطينا بقى شوربه والتقل اللي احنا عايزينه،
وبعد كده انا عامله شويه جنب البطاطس اللي كنت عاملاها امبارح مع البطه، كان فايض بطاطس وكوسه، وهناكلها مع الملوخيه باذن الله، واكله ونكمل اكلتنا وان شاء الله. خلاص يا حبايبي، البطه بتاعت امبارح عملتها خلاص وكلناها، والنهارده هعمل الملوخيه بالفراخ ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حبه ملوخيه صغيرين مش كتير. خلاص ده طبعا مش انا اللي هاكلهم كل ده، لا طبعا في ناس هتاكل معانا. خلاص يا حبايبي، بعد كده بنعمل الطشه. بس بقى احنا خلصنا، هنسيبها بقى احطها على جنب، وهبدا ان انا بصوا بقى هبدا اجيب بقى المقلايه، واحط برضو آه يا زبده يا سمنه، لا حته سمنه، حطيت سمنه. بصوا بقى هسيبها تتسلى، وبعد كده هنزل بالتومه وكزبره عشان نعمل الطشه الجميله دي، وهزود شويه زيت لان احنا عايزين الطشه كده تبقى زي اللي بيعملوها، بتبقى يعني كده دسمه وحلوه. خلاص يا حبايبي، هي مش دسمه ولا حاجه، يعني تبقى حاسه ان انت بتطش كده طشه الملوخيه، مش طشه ناشفه. عملت تومه وكزبره برضو كده، وطبعا انا محمصه الكزبره وضربها وريحتها جميله قوي. طبعا الكزبره الطازه اللي بنجيبها ونعملها نحمصها في المقلايه، وبعد كده نضربها، بتبقى احلى من اللي احنا جايبينها مطحونه طبعا، اكيد اكيد. خلاص نزلت بقى بعد ما شايفين الطش، شوفوا بقى هعمل ايه. الله 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 على الريحه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بصراحه الحته دي انا عايزه تتصور، جميله قوي قوي قوي، وعجبتني بصراحه، حاجه جميله قوي. طلعت حبه ملوخيه تحفه تحفه تحفه. طبعا دقتها وملحها حلو، وكلها حلوه حلوه، وكله جميل، وبسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. خلصنا اكلتنا، ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتقولوا رايكم ايه. انا طبخت الرز زي ما انتم شايفينه كده وبقلبه، وانا نسيت اصور الفراخ بصراحه بعد ما حمرتها. قعدنا ناكل، وبعد ما اكلنا كذا مره تحصل. وقبل كده كنت عامله عيش برجر كايزر كده في عيش كايزر، وما صورته ونسيت انزله ومسحته خلاص. فانا ما اعرفش نسيت اصور الفراخ وهي متحمره، كان شكلها جميل قوي. حمرتها في شوايه الفرن، وكانت جميله قوي. ادي الرز بنطبخ خلاص عملته بالمكرونه، وبعد كده بنقلبه وبعد كده طبعا هنغرف وهناكل. انا غرفت وكلت، ونسيت احط الفراخ اصورها اللي هي متحمره وجميله، وكان شكلها شهي. انا بقول لكم انا بعتذر. وكده خلصنا اكلتنا الجميله، كانت ملوخيه ورز وفراخ وبطاطس وكوسه فايضين من امبارح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتقولوا رايكم ايه في الاكله الجميله.